ملخص مباراة النادي الأهلي والجيش الملكي، وهي من أسوأ مباريات النادي الأهلي، مش من ناحية الفنية ولا من ناحية المدرب ولا من ناحية اللعيبة، ولكن من ناحية الفريق الخصم. فريق وجمهور يعني. كان مباراة، أنا هنزل لكم فيديو عن الكلام ده كله. فهنخش دلوقتي على ملخص مباراة الأهلي والجيش الملكي. أول حاجة معانا تشكيلة النادي الأهلي كانت نازلة في حراسة المرمى مصطفى شوبير، باك يمين محمد هاني، باك شمال أحمد نبيل كوكا، قلبين دفاع ياسر ابراهيم وياسين مرعي، ثلاثي خط وسط مروان عطيه وجنبه الي ديانج وقدامهم احمد السيد زيزو. على اليمين اشرف بن شرقي، على الشمال محمود حسن تريزيجيه وقدامهم محمد شريف. تعال اقول لك احداث المباراه، يعني ملخص المباراه كده على السريع. فاول كوره، اول 9 دقايق كده، كورتين للجيش الملكي كانوا ضاغطين جامد، ولكن يصدهم مصطفى شوبير اللي تألق النهارده جامد وكان عامل مباراه روعه. نيجي على طول بعدها في الدقيقة 28 وغلط من التكناوتي حارس نادي الجيش الملكي، ويخطفها محمد شريف ولكن تطلع جنب القائم. ودي يبقى أول كرة أو أول تهديد للنادي الأهلي على الجيش الملكي. على طول وفي آخر كرة في الشوط الأول، مع إن كان ضغط كامل للجيش الملكي، وأول كرة في وآخر كرة عفوا في الشوط الأول، وهي كانت كرة ضربة الجزاء. ضربة الجزاء اللي غير صحيحة، وانا هنزل لك برضو فيديو عن ضربة الجزاء وهشرح لك ايه اللي حصل في ضربة الجزاء. ويعني ضربة الجزاء انا مش شايفها صحيحة، ويعني فيها اخطاء كتيرة، بس نسيبنا منها دلوقتي. دخل وحطها يصدها شوبير، بعدين تخبط في العارضة ترد لعيبة الجيش الملكي اللي دخلت، وراحت حطت الهدف الاول. نيجي للشوط التاني في الدقيقة 52، وتسديدة من محمود حسن تريزيجيه وكانت قريبة من الجون، ولكن أعلى عارضة. نيجي على طول بعديها في الدقيقة 68، وكرة عرضية من البديل محمد علي بن رمضان لرأسية من محمود حسن تريزيجيه، اللي جاب هدف عالمي. وتريزيجيه بيتطور كل شوية مع المدرب ده. ومحمد علي بن رمضان، أرجوك يا كابتن ترب محمد علي بن رمضان ما يقعدش تاني. محمد علي بن رمضان وظفه في مكان هيديه. محمد علي بن رمضان كل ما بينزل بيبقى ليه فايدة، بس عايز اللي يوظفه صح. وانت يعني النهارده كان مدرب كان عامل خطة أوروبية. ونيجي لآخر كرة في المباراة كان في الدقيقة 94، انطلاقة من محمد شكري الباك الشمال للنادي الأهلي، وهو برضك اللي نزل. وده برضك يا كابتن تروب لازم تثبت عليه، عشان أحمد نبيل كوكا ده مش مركزه. أما محمد شكري بيعمل الأوفرلام، بيعمل عرضية حلو، بيعمل عرضية صح على على راس المهاجم. يعني افضل بكتير. كوكا ما بيعملش الاوفرلام ولا بيعرف يرفع عرضيات. عرضيه من محمد شكري في الدقيقه 93، ورأسيه من احمد السيد زيزو كانت قريبه جدا ان هي تنهي المباراه وتاخد ال3 نقاط من نادي الجيش الملكي، بس انتهت المباراه على كده. ونخش لتقييمات لعيبه الاهلي اللي كانوا النهارده رجاله في الملعب بجد. اول لاعب معانا هو مصطفى شوبير، اللي هياخد اعلى تقييم. هو التقييم 10/10 او 20/10 او 100/10. حارس يعني ده ما يقعدش تاني، الشناوي يريح شوية بقى. بجد شوبير عالي. على اليمين كان محمد هاني ياخد 4 أو 3/10. على الشمال كان أحمد نبيل كوكا 2/10. أنا كده كارمه بجد. قلبين دفاع ياسر إبراهيم ياخد 5/10، وياسين مرعي ياخد 5/10 برضو. نخش الخط الوسط. أليو ديانج أليو ديانج ياخد 4/10. كان في ميس باص قليل منه فأديله 4/10. ونخش على مروان عطية واللي هو ياخد 5/10 أو 6/10. كان عامل اداء كويس النهارده. نخش على خط الهجوم، واحمد السيد زيزو عمل مباراة حلوة بس مش اللي هي، بس ياخد 5/10. على اليمين كان اشرف بن شرقي 7 أو 8/10. بن شرقي كان بيلعب النهارده محدش بيفتح له. بن شرقي تحس ان هو بيلعب في مكانه في المغرب في مكانه، فكان من افضل اللعيبة في المباراة بعد مصطفى شوبير اشرف بن شرقي. نيجي لمحمود حسن تريزيجيه واللي ياخد 8 أو 9/10. تريزيجيه برضو كان بيقاتل في الملعب، يعني كان عامل كل حاجة في الملعب وبدأ أداؤه يتطور زي ما قلت لكم. فتريزيجيه ياخد 9/10. نيجي لراس الحربة محمد شريف. أنا أكرمه إن أنا أديله 2/10 كده. محمد شريف أديله 2/10. نخش للبدلاء. طاهر محمد طاهر برضك هكرمه لان نزل ما عملش اي حاجه، ما عملش حاجه اي حاجه غير ان هو اتحمق في الخناقه وعمل خناقه كويسه. يعني انا كده بكرمه وهديله 2/10 برضه. نيجي لمحمد علي بن رمضان اللي هديله 4/10 بسبب الاسيست، ونزل غير من شكل الملعب.
نيجي لتالت تبديلة وكانت محمد شكري، هديله 2/10 أو 3/10، نزل فرق برضك في الباك الشمال. ورابع تبديلة وكانت إمام عاشور. بص، هو إمام عاشور نزل فرق، نزل عمل كام هجمة بس ملحقش، فمش هقدر أقيمه عشان مظلموش. نيجي للتبديلات، طاهر نزل بدل محمد شريف، محمد علي بن رمضان نزل بدل ديانج، وشكري نزل بدل احمد نبيل كوكا، وامام عاشور نزل بدل اشرف بن شرقي. الانذارات كان انذار وحيد لاحمد السيد زيزو. نيجي لافضل لاعب في المباراه، وانا من رايي محمود حسن تريزيجيه عمل اداء كويس، جاب الهدف، فانا شايفه فرق مع النادي الاهلي في المباراه دي. نيجي لاسوأ لاعب في المباراه اللي ما قدمش حاجه زي ما قلت لكم، هو محمد شريف، راس حربه بلا راس حربه، يعني هو محتاج لاعب جديد عشان يبقى راس حربه. ويبقى كده قلت لكم ملخص مباراة الأهلي والجيش الملكي. ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك وسبسكرايب وتشير الفيديو، وبس كده، سلام.